السلام عليكم. خلصنا النهارده شغل الحمد لله وجلسات على خير، ومعانا سؤال تعالوا نجاوب عليه كده قبل ما نخلص ونقفل الدنيا. بتقول ايه او بيقول ايه؟ حضرتك في حلقة الصحة النفسية قلتي ان التغيير ممكن، طب ازاي واحنا عارفين ان اللي فيه طبع ما بيغيروش؟ حلقات البرنامج جميلة جدا ومفيدة، جزاكم الله خير. اللي فيه طبع ما بيغيروش اشهر كذبة بنكذب بيها على نفسنا. ليه بقى؟ الكذبه دي على فكره مريحه جدا للنفسيه، مريحه ليه؟ للشخصين، للي بيسيء، للشخص المسيء والشخص اللي بيتحمل الاساءه. الشخص المسيء لما تيجي تقول له اتغير، السلوك اللي انت بتعمله ده غلط، مش متاقلم معايا، مش عارفه اتاقلم معايا، يقول لك ايه؟ في طبع ما بيغيروش فانا ما بقدرش اتغير، فيحمل الموضوع ان ده غصب عني وان انا ما اقدرش اتغير لان اللي فيه طبع ما بيغيروش. للمسيء بقى، للشخص اقصد اللي بيحصل له الاساءه، هيقول لك ايه؟ هيبقى شخص مش قادر ان هو يسامح، مش قادر ان هو يدي فرصة تانية، لان هو بالنسبة له طالما الشخص اللي فيه طبع ما بيغيروش فمش هيقدر بعد كده يتكلم ويسامح الشخص ده ويعاتب الشخص ده، لان كده كده الشخص التاني اللي بيسيء ليه مش هيتغير للاسف الشديد. ودي كدبة يعني احنا اتعودنا عليها وتربينا عليها. مش حاجة اسمها اللي فيه طبع ما بيغيروش، في طبع يقدر يغيره، اللي فيه مشكلة يقدر يغيره، اللي عنده مشكلة وعنده سلوك معين غلط يقدر يغيره، بس هو يتعامل مع صح. من اساسيات تغيير السلوك، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده في الصحة النفسية كتير، بس رقم واحد واهم حاجة الاستمرار على ممارسة السلوك الصحيح، انك تمارس السلوك الصحيح كتير، انك تصبر على ممارسة السلوك الصحيح ده، انك تشتغل على نفسك كتير فتوصل للتغيير اللي انت عايزه. غير كده وهتفضل تردد في الجملة دي بعد كده محدش هيصدقك، لان فعلا حالات كتير قوي وناس كتير قوي اثبتت ان التغيير ممكن. نستعين بالله عز وجل، ابدا احط خطه ازاي هتغير، ابدا اقول لنفسي ان انا هصبر على السلوك الصحيح ده لحد ما امارسه كويس واتعلمه ويبقى السلوك فعلا فيا، وبكمل على خير ان شاء الله.